السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وانتوا تتفرجوا عليا النهارده هنعمل مع بعض كيك بالشوفان والموز. طعمه حلو جدا ان شاء الله يعجبكم. عندي هنا في الاول 150 جرام من دقيق الشوفان، حطيت عليهم 50 جرام من الكاكاو الخام الغير محلى، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، ورشه ملح، واي نوع قهوه سريعه الذوبان. حطيت هنا معلقه صغيره، وكمان حطيت معلقه صغيره من القرفه، وتقدروا تستغنوا عن القهوه سريعه الذوبان او القرفه لو مش حابين طعمها. وهقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس، وبكده يبقى جهزنا خليط المواد الجافة. هبدأ بقى احضر خليط المواد السايلة. عندي هنا 3 موز، وطبعا يفضل الموز يكون مستوي. ههرس بقى الموز كده بالشوكة لغاية لما يتحول ناعم خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط عليهم كمان بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. وهقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس لغاية لما الموز والبيض يختلطوا مع بعض كويس. وعندي هنا كمان تلت كوباية من زبدة الفول السوداني، طبعا ممكن تستخدموا اي نوع زبدة مكسر موجودة عندكم. وعندي كمان هنا تلت كوباية من العسل، وممكن نستخدم سكر جوز هند او اي نوع سكر دايت انتوا بتحبوه. وبكده تبقى كل المكونات السايلة جاهزة معانا. هضيف بقى عليهم المكونات الجافة اللي احنا حضرناها في اول الفيديو، وهقلب بقى المكونات دي مع بعض كويس لغاية لما تختلط تماما مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهو ده قوام الكيك المفروض هحصل عليه، بيبقى تقيل شوية كده بالشكل ده. وهجيب بقى قالب انجليش كيك، حاطة فيه ورق زبدة، ودهنة ورق الزبدة مسحة خفيفة من الزيت، وهحط فيه خليط الكيك، وهسوي بقى خليط الكيك بالشكل ده. والخطوة اللي جاية دي خطوة اختيارية. عندي هنا معلقتين من عين الجمل مجروشين، وكمان عندي مكعبين من شوكولاتة الدارك حطيتهم على الوش كده. وهتدخل بقى الكيك دي على فرن ساخن مسبقا على 180 درجة. هتقعد في الفرن من 30 ل 40 دقيقة. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. هسيبها بقى تبرد تماما قبل ما اقطعها. دي كيك سهلة وهشة وطرية جدا، طعمها حلو جدا. يا رب تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها اول باول. باي باي.